خذوا الحكمة من أفواه المجانين. لما كنت في تركيا اتعرفت على واحدة حراقة تبى تحرق وما عندها فلوس، فشبكت نص، تقريبا نص. فشبكت نص المؤرخين الأقراد اللي في تركيا وما زبطت معها. فمرة جاتني هي زعلانة، قلت لها خير إن شاء الله. قالت لي والله بس أوصل لأوروبا، أوصل لباري. قوت لا خليهم يندبوا ويبكوا علي دم. المعذرة يا شباب، اضطريت أقفل التسجيل علشان صوتي لا يعلى أكتر والجيران يشتكوني في الشرطة، وتاني شيء علشان أهدى وتروح مني موجة الضحك الهستيري اللي نزلت علي فجأة، لأني تذكرت موقف مضحك صار لنا في تركيا. هذه بنت من إحدى الدول العربية جات لتركيا بفيزا سياحية وتبى تحرق لأوروبا وبالأخص باريس وفرنسا يعني، فما عندها فلوس. فايش تساوي؟ ما بقي مهرب في تركيا إلا تعرفت عليه وشبكته، ما بقي حراق إلا ومشيت معاه، ما بقي جروب إلا دخلت نفسها فيه. فمن ضمن الناس اللي كانت تكلمهم فأنا أخذ منها معلومات إنه هي ما بقت أحد إلا وتكلمت معاه، فكنت أنا بستفيد من بعض المعلومات اللي هي تديني هي. ما بقي مهرب، ما بقي حراق، وتعرفين يعني بما انه هي بنت وجسمها حلو وشكلها ظريف كده وناعم، فالمهربين يصيروا كلاب يعني يعطوها معلومات، والحراكين اللي عندهم معلومات حلوة يعطوها معلومات. فكنت يعني اقعد معاها اتشارك معاها الافكار، فهي لاصقة، فانا ماني عارف ايش الحكايه يعني. فانا اخذ الموضوع عادي يعني. بعد كم يوم تقابلني، تسحبني، تبوسني من خدي اليمين واليسار، بعد كم يوم تمسكني من يديني احضان. ايش فيه؟ فقعدت مع اصحابي في السكن قلت لهم يا شباب هذه الادميه تعرفوا لها خبر؟ يعني سمعتها كل ما لا تنضرب يعني، ما كثير جروبات بتمشي معاهم، يعني واحد ما يصير زي كده. طيب فصاروا يضحكوا، فأنا حسيت إنه في شيء غلط في الموضوع. فيا شباب في شيء، فضحكوا، فاعترفوا لي، قالوا لي إحنا اللي دفيناها عليك ومقلب يعني، وقالوا لها الله يسامحهم إنه قسورة خطير في التهريب ويسموه المهرب العبقري وعنده نقاط غير محروقة والله، علشان وايوه ووصوها وقالوا لها لا تقولي له انه احنا اللي رسلناكي. فهي عشان كده هي مسكينه لاصقه واحضان وتمسك لي في يديني وتبوسني من خدودي. فمن ضمن الهروج سنة كل يوم ايوه شفناك قسورة معاها، فاكون غايب مثلا، حتى ساعات اروح المسجد اصلي وارجع السكن ايوه اكيد رحت لها. يا شباب عيب. فانا سميتها من باب الضحك قوت. والشباب المغرب العربي يعرف ايش معنى قوت. طيب بالفرنسي، فهي رحت مع قوت جيت مع قوت يا شيخ سيبوني في حالي الله يهديها ويصلحها لنفسها. فصرت انا اشرد منها، اتهرب منها، بالذات لما عرفت انه هي لها في الكرامات وتولع شموع وحجابات وسحور، وانا هذا الموضوع اخاف منه، موضوع السحور. فيوم من الايام جات وقعدت تتكلم معايا، قالت لي حكمة يا شباب،
قالت لي حكمة يا ناس، قالت لي حكمة يا عالم. لما جيت أوروبا اكتشفت هذه الحكمة، مصداقية هذه الحكمة. قالت لي أنا عارفة إنه كتير ناس يعني آدوني ويتكلموا فيا ويتكلموا بشرفي وزي كده، والله أنا ما نسمح فيهم، ما أسمح لهم يوم الدين، وأنا لا أبكيهم دم. فطليت فيها كده، دي إيش تقول، إيش تبكيهم دم؟ فراح بالي في السحر، راح بالي في الشموع، راح بالي في الأضرحة والكرامات حقتهم دول، لا بكيهم دم. طيب بس اروح لباري واخذ الجواز الفرنسي، لا يجوا يرموا نفسهم تحت رجولي. وفعلا يا شباب تروح الايام وتيجي الايام، والبنت ما ادري فين راحت، اختفت. طيب واوصل لالمانيا واشوف هذه الحكمة قدام عيني كده، قدام عيني قديش في عينات في اوروبا من نفس السفالة هذه وزيادة، يعني اسفل من هذه البنت سمعة وشكلا. اقل شيء هذه البنت شكلها حلو وجسمها حلو وعمرها صغير 27 28 سنة. اللي شفتهم في اوروبا ماني عارف الناس معطيتهم قيمة على ايش. طيب اطول كده ليهم مكانة والشباب يرموا نفسهم فعلا تحت رجلهم ويدعس على كرامته. عارفين ايش اللي مساوي لهم كرامة وقدر ومكانة عند الشباب؟ ومو اي شباب، والله شباب زي الورد، الباسبور الاوروبي، علشان عنده نية يتعرف عليها ويتزوجها ويتحصل عن طريقها على الإقامة، وبعدين ياخذ الأوراق ويضبط أوراقه. فقلت عجيب ديك المعتوهة قالت حكمة والله. وسامحوني على الإطالة، والسلام عليكم.